تخيل كده معايا، إزاي في ناس بتشتغل 12 ساعة في اليوم ومش عايشة غير عشان الشغل، وبرضه دايما تعبانة ومفيش فلوس كفاية. وفي نفس الوقت في ناس تانية بتشتغل أقل ومرتاحين وبيكسبوا أضعاف. النهاردة هنلخص كتاب مهم جدا اسمه المليونير الكسول. الكتاب مش بيشجع على الكسل، لا، هو بيتكلم عن الذكاء في الشغل، مش كمية الشغل، عن ازاي تستغل دماغك بدل ما تستنزف جسمك، ازاي تستثمر وقتك بدل ما تضيع عمرك في دوامة الجهد اللي ما بتنتهيش. الكتاب ده هيخليك تفهم ليه في ناس بتشتغل طول عمرها وما بتوصلش، وفي ناس تانية بتعيش مرتاحة وبتحقق ثروات وكأن الفلوس بتيجي لوحدها. بس الحقيقة مش في عدد الساعات، السر في طريقة التفكير. فلو انت جاهز تسيب المعتقدات القديمة وتبدأ تفكر كأنك مليونير هادي، استعد، لأن الرحلة دي هتغير نظرتك للمال تماماً. الفصل الأول: بداية الوعي الجديد بالمال. بص يا سيدي، من أول صفحة الكاتب بيكسر لك أكبر كذبة الناس مصدقاها، إن الفلوس تيجي من التعب والشقة والسهر. بس الحقيقة، الفلوس مش بتسمع للتعب، الفلوس بتسمع للفهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما تفهم اللعبة صح، تقدر تكسب من غير ما تحرق نفسك كل يوم في دوامة الشغل. الكاتب هنا بيقولك وقف لحظة واسأل نفسك، هو أنا فعلا كل التعب اللي بعمله بيجيب نتيجة؟ ولا أنا شغال وخلاص من غير مردود؟ هل كل الساعات الطويلة دي فعلا قربتني من الحرية اللي نفسي فيها؟ لو الإجابة لأ، فده بالظبط اللي بيتكلم عنه الكتاب. العمل مهم طبعا، بس الشغل لوحده عمره ما هيعمل لك ثروة. الثروة بتيجي من إزاي بتستثمر وقتك، وإزاي بتاخد قراراتك، ومن قدرتك تلاحظ فرص محدش واخد باله منها. المليونير الهادي بيفكر قبل ما يتحرك، العادي بيتحرك كتير بس من غير ما يفكر، وده الفرق اللي بيخلي واحد يرتاح والتاني يفضل يلف في نفس الدايرة. الكاتب بيحكي لك إن أغلب الناس عايشة على نظام واحد مكرر: تصحى، تروح الشغل، ترجع مهدود، تنام وتعيد تاني. لكن الناجحين لأ، دول بيغيروا اللعبة تماماً. مش بيشتغلوا أكتر، لأ، بيشتغلوا أذكى. بيبنوا طرق جديدة للدخل مش مربوطة بوجودهم في المكان. بيخلقوا أفكار تشتغل لوحدها حتى وهم قاعدين على القهوة. الفصل ده مش مجرد مقدمة، لأ، ده تنبيه قوي. إحنا دلوقتي مش في زمن العضلات، إحنا في زمن الفكرة الذكية. دلوقتي الدنيا بتكافئ اللي يعرف يفكر صح، اللي يعرف يختار بحكمة، واللي يشوف اللي غيره مش شايفه. ومن اللحظة دي تبدأ الرحلة الحقيقية، رحلة إنك تسيب التفكير القديم وتبدأ تبني قواعد جديدة تخلي الفلوس تشتغل عشانك مش العكس. الفصل الثاني: كسر وهم العمل المتواصل وفهم سر الجهد الذكي. الكاتب هنا بيقولك الحقيقة اللي أغلب الناس مش عايزة تصدقها: الشغل الكتير مش دايما طريق الغنى، وأوقات كتير هو أكبر سبب إنك تفضل فقير. احنا اتربينا على فكرة إن كل ما تشتغل أكتر هتكسب أكتر. بس الواقع، الناس اللي بتشتغل 12 ساعة في اليوم هي نفس الناس اللي بتشتكي إنها مش عايشة. ليه؟ لأنهم شغالين في الاتجاه الغلط. هو مش مهم قد إيه بتتعب، المهم بتتعب في إيه. زي واحد بيجري بأقصى سرعة بس في الاتجاه العكسي. الكاتب هنا بيقسم الجهد لنوعين: جهد جسدي وده محدود، وجهد ذهني وده ممكن يشتغل وانت نايم. الناس اللي معاهم فلوس مش أقوى منك بدنياً، لكنهم أذكى في طريقة تفكيرهم. هم فهموا إن الساعة اللي تفكر فيها صح ممكن تساوي شهور من الشغل الغلط. المشكلة إن الناس اللي شغالة طول اليوم عقلهم دايماً مشغول بالتنفيذ، بس مفيش وقت للتفكير، لا ابتكار ولا تطوير. وده السبب اللي بيخليهم دايماً مكانهم. بينما الحقيقة إن كل ثروة في الدنيا بدأت بفكرة مش بتعب. الفكرة دي بقى هي اللي بتفرق بين العامل المتعب والعامل الذكي. الكسلان في نظر الناس ممكن يكون أذكى واحد فيهم، لأنه مش بيضيع وقته في شغل ملوش لازمة. هو بيفكر إيه اللي فعلا يستحق مجهودي وإيه اللي أسيبه. الكاتب بيديلك مثال عبقري جدا: في واحد كل يوم ينزل يملى جرد المية من البير، وفي واحد تاني تعب مرة واحدة وبنى ماسورة توصل المية لحد بيته. النتيجة: الأول بيتعب كل يوم
والتاني مرتاح والمية شغالة لوحدها. هو ده الفرق بين اللي بيشتغل عشان الفلوس واللي بيبني نظام الفلوس تشتغل فيه لوحدها. الكاتب هنا بيقولك جملة تستحق تتحفر في دماغك: في فرق بين الحركة والتقدم. مش كل اللي بيتحرك بيتقدم. يعني لو بتشتغل كتير، اسأل نفسك: هل الشغل ده فعلا بيقربني للحرية المالية ولا بس مخليني مشغول طول الوقت ومفيش نتيجة؟ الشجاعة الحقيقية مش إنك تكمل في الشغل، الشجاعة إنك تقف وتراجع نفسك وتقول اللي أنا بعمله ده فعلا بيخدمني ولا لأ. ساعتها هتبدأ تفهم معنى الجهد الذكي اللي بيتكلم عنه الكتاب، مش إنك تشتغل أكتر، إنك تشتغل أصح. الفصل الثالث: فهم قيمة الوقت أغلى مورد عند الإنسان. الفلوس ممكن تروح وتيجي، بس الوقت لو راح خلاص مش هيرجع. الكاتب هنا بيقولك جملة خطيرة: الفرق بين الغني والفقير مش في عدد الساعات. كلنا عندنا 24 ساعة في اليوم، بس الفرق في إحنا بنستخدمهم إزاي. معظم الناس بتتعامل مع الوقت كأنه حاجة ببلاش، يضيعوا ساعات على حاجات ملهاش أي لازمة، يتشتتوا بين مهام صغيرة، وفي الآخر يسألوا نفسهم: ليه حياتي مش بتتغير؟ بينما الناجحين بيتعاملوا مع الوقت كأنه راس مالهم الحقيقي. كل دقيقة بالنسبة لهم استثمار، وكل ساعة بيحسبوا هتضيف إيه في حياتهم بعد سنة أو 5 سنين. الكاتب بيقولك حاجة مهمة جدا: مش الهدف إنك تشتغل أكتر، الهدف إنك تخلي كل دقيقة تشتغل لصالحك. في ناس مشغولة طول اليوم بس ما بيحققوش حاجة، وفي ناس بتشتغل ساعتين بس في اليوم وبيغيروا حياتهم. ليه؟ لأنهم فاهمين الفرق بين الانشغال والإنتاجية. مش معنى إنك مرهق إنك ناجح. الناجح الحقيقي هو اللي بيخطط قبل ما يبدأ، اللي يعرف يفرق بين المهم وغير المهم، اللي يشتغل ساعة مركزة تساوي أسبوع من الشغل العشوائي. الكاتب كمان بيخبطك بجملة قوية جدا: كل دقيقة بتضيع منك مش هترجع أبدا. العمر أقصر مما احنا متخيلين، والثروة محتاجة عقل بيحسب وقته زي ما بيحسب فلوسه. وساعتها لازم تسأل نفسك: أنا بستخدم وقتي في إيه؟ هل فعلا بيخدمني ولا بضيع ساعات في حاجات ممكن حد غيري يعملها؟ لو لسه بتضيع وقتك في الحاجات اللي ملهاش معنى، اعرف إنك بتصرف أغلى مورد عندك بطريقة غلط. الكاتب هنا بيقولك: غير السؤال اللي بتسأله كل يوم. بدل ما تقول إزاي أملى يومي، اسأل: إيه الحاجة الوحيدة اللي لو عملتها النهاردة ممكن تغير مستقبلي؟ السؤال ده المليونير الهادئ بيسأله كل يوم، لأنه عارف إن التركيز هو اللي بيصنع التقدم مش الكثرة. وفي النهاية بيقولك الحكمة الذهبية: كل دقيقة إما بتقربك للثروة أو بتبعدك عنها، مفيش منطقة رمادية. فلو عايز تبقى غني فعلا، احترم وقتك زي ما بتحترم فلوسك، لأن الاتنين في الحقيقة نفس العملة. الفصل الرابع: إزاي تخلي الفلوس تشتغل مكانك بدل ما تفضل أنت تشتغل طول عمرك. الموضوع ده بالذات هو نقطة التحول الحقيقية بين الشخص اللي دايما بيجري ورا الفلوس والشخص اللي بيخلي الفلوس هي اللي تجري وراه. الكاتب هنا بيقولك: أغلب الناس عايشة في دايرة سجن اسمها الشغل، المرتب، الصرف، الشغل تاني. يعني حياتهم كلها عبارة عن تكرار لنفس الحلقة: يشتغل، يقبض، يدفع، يرجع يشتغل. وده مش شغل، ده سباق فيران. لكن المليونير الهادي بيفكر بالعكس تماما. هو مش بيسأل إزاي أشتغل أكتر، هو بيسأل إزاي أخلي الفلوس تشتغل بدالي. يعني إزاي أعمل نظام أو مصدر دخل يفضل يشتغل حتى وأنا نايم أو مسافر. فبدل ما يعتمد على مجهود جسمه، يعتمد على ذكاء دماغه. الكاتب هنا بيقولك: أول خطوة تفهمها كويس إن مجهودك الجسدي محدود. تقدر تشتغل 8، 12، حتى 16 ساعة، بس اليوم نفسه مش هيزيد عن 24 ساعة. إنما النظام اللي تبنيه ممكن يشتغل 24 ساعة من غير ما يتعب. يعني بدل ما تقول أشتغل أكتر، قول أبني نظام يشتغل وأنا مشغول أو حتى مش موجود. فلو نفسك تكسر سقف دخلك، لازم تغير النموذج اللي في دماغك من أشتغل وأقبض إلى
أبني حاجة تكسب لوحدها. الكاتب هنا بيبسط لك الفكرة جدا. الفلوس مش كيان ميت، هي طاقة وممكن تتحرك لو عرفت توجهها صح. إزاي؟ استثمار بسيط، مشروع جانبي، فكرة رقمية بتشتغل أونلاين، مهارة بتتباع تلقائيا، أو محتوى بيجيب أرباح حتى بعد ما تخلص منه. دي كلها أدوات بتخلي فلوسك تشتغل وهي ساكتة. مش لازم تكون غني علشان تبدأ، بس لازم تكون ذكي كفاية إنك تبدأ صغير وتفكر كبير. الناس اللي بتربط دخلها بوجودها الجسدي هتفضل محدودة، يعني لو وقفت شغل وقف الدخل. لكن اللي بيبني نظام يعتمد على الفكرة مش على وجوده، ده اللي بيكبر وبيتحرر. زي ما الكاتب قالك، الشغل لوحده يخليك مشغول، لكن النظام يخليك حر. الوقت لوحده يخليك محدود، لكن الفكرة الذكية تخلي دخلك بلا سقف. خد المثال ده، واحد فاتح محل وواقف فيه بنفسه كل يوم، وواحد تاني فتح متجر إلكتروني بسيط بيبيع وهو نايم. الفرق مش في المجهود، الفرق في النموذج. الكاتب بيسألك سؤال صريح جدا: لو بطلت تشتغل النهاردة دخلك هيقف؟ لو الإجابة يبقى لازم تعيد تفكيرك فوراً. عشان كده بيأكد إن بناء مصدر دخل سلبي مش رفاهية، دي ضرورة لأي حد عايز يعيش بحرية. مش محتاج تكون ملياردير، محتاج تكون منظم، صبور، وعندك فكرة تمشي خطوة بخطوة. ابدأ صغير، طور، استنى، خليك ثابت، وهتوصل لمرحلة تلاقي فيها دخلك بيزيد وانت مش بتتعب أكتر. وساعتها هتفهم المعنى الحقيقي للجملة دي: اشتغل بفكرك مش بإيدك. خلي المجهود لمرة واحدة وسيب النظام يشتغل مكانك باقي العمر. الفصل الخامس: طريقة تفكير جديدة. ليه الأغنياء بيشوفوا فرص والناس التانية بيشوفوا مشاكل؟ الفرق بين الغني والفقير مش دايما في الظروف. ولا في التعليم، ولا حتى في الحظ. الفرق الحقيقي في نظرة العقل. الاتنين ممكن يشوفوا نفس الحاجة، بس واحد يقول يا نهار أبيض دي مصيبة، والتاني يقول استنى كده دي فرصة. الكاتب هنا بيشرحها ببساطة: الفرص مش بتختفي، هي حوالينا طول الوقت، بس المشكلة إن مش كل الناس عندها عين تشوفها. الناس اللي بتخاف من أي تغيير، اللي أول ما يسمعوا كلمة مخاطرة يقولوا يا عم سيبنا في حالنا، دول بيعيشوا دايما في نفس المكان، بنفس الدخل، بنفس الهم. إنما الأغنياء عقولهم مبرمجة بطريقة مختلفة. هو مش بيسأل إيه اللي ممكن يبوظ الدنيا، هو بيسأل طب إيه اللي ممكن استفاد منه. العقل الغني بيشوف الإمكانيات، العقل الفقير بيشوف المخاطر. الأول بيقول إزاي ممكن أنجح، والتاني بيقول طب لو فشلت. الكاتب هنا بيكشف لك قاعدة ذهبية: الفرصة اللي عينك شافتها محدش غيرك هيستفيد منها، والفرصة اللي انت ما خدتش بالك منها أكيد في حد تاني شافها واشتغل عليها. هو كده قانون الحياة، اللي بياخد خطوة بياخد المكسب. وفي نقطة عبقرية جدا: الظروف المثالية مش هتيجي. كل الناس مستنية الوقت المناسب، بس مفيش وقت اسمه مناسب. الفرص الحقيقية دايما بتظهر وسط الفوضى ووسط المشاكل. الناس العادية لما الدنيا تتقلب تخاف وتوقف كل حاجة، بس الأغنياء بيقولوا دي فرصتنا. في الأزمات الاقتصادية مثلا الناس بتخاف وتخزن فلوسها، لكن الأغنياء بيشتروا، بيستثمروا، بيبنوا. ليه؟ لأن الأسعار نازلة والمنافسة قليلة، والفرص مفتوحة لأي حد عنده عين واعية. وهنا الكاتب بيأكد إن رؤية الفرص دي مش موهبة فطرية، دي عادة عقلية تقدر تبنيها بالتدريب. إزاي؟ أولاً، فكر بإيجابية منطقية، ما ترفضش الفكرة قبل ما تفهمها. ثانياً، راقب التفاصيل الصغيرة اللي الناس بتطنشها. ثالثاً، اسأل نفسك دايماً إزاي يستفيد، بدل ليه ده بيحصل لي. الفرصة ممكن تبقى فكرة جديدة، مهارة بسيطة، مشكلة في السوق محتاجة حل، أو حتى شخص دخل حياتك في التوقيت الصح. بس لازم تكون فاضي ذهنياً، مش غرقان في دوامة الشغل اليومي اللي بتعمل عقل. الكاتب بيقولك حاجة حقيقية جداً: الفرص محتاجة سرعة، بس السرعة لوحدها من غير تفكير ممكن تدمرك. التفكير الذكي السريع هو اللي بيكسب في الآخر. الأشخاص اللي قاعدين مستنيين الفرصة تجيلهم هيفضلوا مستنيين العمر كله،
لأن الفرصة مش بتخبط على الباب، الفرصة محتاجة عين بتدور وعقل صاحي. وفي النهاية الكاتب بيقولك حكمة تقيلة جدا: العقل اللي متعود يدور على الإمكانيات ما يحتاجش الحظ، لأن بالنسبة له الحظ مش صدفة، الحظ هو نتيجة طبيعية لعقل بيفكر صح، بيحلل، بيجرب، وبيتعامل مع كل موقف كأنه باب جديد للنجاح. وده اللي بيفرق بين اللي بيعيش في دوامة الخوف واللي بيبني طريقه ناحية ثروة هادية ومستقرة. الفصل السادس: تحرير العقل من الخوف، العدو الأول للثراء. الكاتب هنا بيقولك إن السبب اللي مخلي ملايين الناس عايشين طول عمرهم تعبانين ومش بيحققوا أي تقدم مش إنهم أغبياء ولا إنهم ما عندهمش فرص. السبب ببساطة إنهم خايفين، خايفين يجربوا، خايفين يغلطوا، خايفين الناس تقول عليهم فشلوا، خايفين يخسروا اللي معاهم حتى لو اللي معاهم قليل. يعني الخوف ماسك فيهم من كل ناحية زي سلسلة مربطاهم في الأرض. كل فكرة جديدة يقولك طب وبعدين؟ طب لو خسرت؟ طب الناس هتقول إيه؟ وفي الآخر مفيش حركة، مفيش تجربة، مفيش نتيجة. الخوف بيشل العقل وبيقتل أي فكرة قبل ما تتولد، وبيخليك تشوف كل فرصة كأنها تهديد. بس المليونير الهادئ بيفكر بطريقة مختلفة تماماً. هو مش بيحاول يهرب من الخوف، هو بيتكلم معاه، بيفهمه، وبيستخدمه كدافع مش كعائق. هو عارف إن الخوف مش حاجة غلط، لكن الاستسلام له هو الغلط. يعني لما تحس بالخوف ما تهربش، قول لنفسك: أنا خايف بس هبدأ. الجملة البسيطة دي لو قلتها بصدق هي أول خطوة حقيقية ناحية النجاح. الكاتب بيشرح كمان إن الخوف مش دايما منطقي، في أغلب الأوقات إحنا بنخاف من حاجات لسه ما حصلتش أصلا. العقل الباطن بيخوفك من المستقبل قبل ما تشوفه، فالحل الوضوح. كل ما تفهم الحاجة أكتر خوفك منها يقل، كل ما تجربها مرة الخوف يبدأ يدوب. الكاتب بيقول لك كمان إن أكبر خوف بيكسر الناس هو الخوف من الفشل. الناس فاكرة إن الفشل نهاية الرحلة، لكن في الحقيقة الفشل هو أول خطوة في أي نجاح حقيقي. كل الناجحين اللي شايفهم أغنياء النهاردة جربوا وغلطوا وخسروا بس كملوا، والناس شافت النتيجة بس ما شافتش الرحلة اللي قبلها. الكاتب بيقولك قاعدة ذهبية: كل ما تهرب من خوفك بيكبر، لكن كل ما تواجهه بيصغر. وفي نوع تاني من الخوف أخطر من كده كمان: الخوف من رأي الناس. الناس دي عايشة في سجن رأي الآخرين. قبل ما يعمل خطوة بيفكر هيسخروا مني، هيقولوا إيه، وفي الآخر ما بيعملش حاجة. بينما الحقيقة البسيطة إن الناس مشغولة بنفسها أكتر مما تتخيل، لكن خوفك منهم ممكن يضيع عمرك كله. التحرر من الخوف مش معناه تهور، لأ، معناه إنك تتحرك رغم وجوده. تقول لنفسك أنا خايف بس هبدأ. الكاتب بيقولك الجملة دي هي بداية أي نجاح حقيقي. وبيقدم لك حيلة ذكية جدا: كل مرة تخاف من خطوة اسأل نفسك: إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ غالبا هتكتشف إن الأسوأ مش مرعب زي ما كنت متخيل، بس المقابل ممكن يكون يستاهل جدا. وفي نهاية الفصل بيختم الكاتب بحكمة: الخوف بيزور الكل، بس الفرق بين اللي بيوصل واللي بيفضل مكانه هو مين اللي بيسيطر على مين. اللي بيسيب الخوف يقرر مكانه بيفضل ثابت، لكن اللي بيتحرك رغم الخوف هو اللي بيبني مستقبل وبيكسب حرية وبيعيش مرتاح. الفصل السابع: بناء العادات المالية الذكية، الطريق الهادئ نحو الثراء المستقر. بص يا نجم، الكاتب هنا بيقولك إن الفلوس مش صدفة ولا ضربة حظ ولا صفقة واحدة فرقت معاك. الفلوس نتيجة لطريقة حياتك اليومية، للعادات اللي بتعملها من غير ما تحس كل يوم. يعني باختصار، الثروة مش بتتبني بالقرارات الكبيرة، الثروة بتتبني بالحاجات الصغيرة اللي بتكررها باستمرار. الكاتب بيقولك العادة أقوى من الإرادة. ممكن تكون متحمس يومين أو أسبوع، بس الحماس بيخلص، أما العادة بتفضل شغالة من غير ما تفكر. الناس بتدور على الفرصة الكبيرة اللي هتغير حياتها، بس بينسوا إن النجاح الحقيقي بيبدأ من العادات الصغيرة
اللي بتتكرر. خد مثال بسيط، واحد كل شهر بيحوش حتى 5% من دخله، وواحد تاني بيصرف كل اللي معاه. بعد كام سنة، الأول عنده أمان وفلوس شغالة ليه، والتاني لسه بيبدأ كل شهر من الصفر. يعني مش مهم تكسب كام، المهم تحافظ على كام. وهنا الكاتب بيقسم لك العادات المالية ل3 محاور أساسية. أولاً، عادات الكسب. هل بتفكر إزاي تزود دخلك، ولا مكتفي بالمصدر اللي عندك وخلاص؟ المليونير الهادئ عمره ما يعتمد على مصدر واحد، بيطور نفسه، بيكتسب مهارات جديدة، وبيفكر دايماً إيه تاني ممكن أعمله يخلي وقتي أغلى. ثانياً، عادات الإنفاق. أغلب الناس بتصرف عاطفياً، يشوف إعلان أو خصم أو موضة جديدة خلاص اشترى. لكن الذكي مالياً بيسأل نفسه قبل كل مصروف، الحاجة دي هتزود قيمتي ولا هتسحب مني؟ لو الإجابة التانية يبقى بلاش منها. هو بيصرف بعقل مش بعاطفة، مش لأنه بخيل، لكن لأنه عارف إن كل جنيه بيطلعه النهاردة هو قرار هيأثر على بكرة. ثالثاً، عادات الاستثمار. الناس فاكرة إن الاستثمار لعبة الأغنياء، بس الكاتب بيقولك لأ، الاستثمار عادة مش طرف. حتى لو مبلغ بسيط، خلي جزء من فلوسك يشتغل بدل ما ينام. مش لازم تبني إمبراطورية، ابدأ بخطوة وبعدها الدنيا تمشي. فكر كأنك بتزرع شجرة صغيرة، مش هتجني منها النهاردة، بس بعد فترة هتديك ظل وثمر وراحة. والجميل في العادات إنك مش محتاج تغير حياتك كلها. ابدأ بخطوات صغيرة جدا. خصص دقيقتين كل يوم تفكر في وضعك المالي. راجع مصاريفك مرة كل أسبوع. خصص مبلغ بسيط للاستثمار شهريا. اتعلم مهارة مالية جديدة كل شهر. الحاجات دي شكلها بسيطة، بس لما تتجمع بتعمل فرق ضخم. الكاتب بيقولك كمان العادات الذكية بتديك راحة نفسية. بدل ما تعيش قلقان على الفلوس، بيبقى عندك نظام ثابت ماشي عليه وانت مطمن إنك في الطريق الصح. وبيختم بحاجة مهمة جدا، الانضباط أهم من الحماس. اللي بيكمل مش هو اللي متحمس يومين، هو اللي بيكمل حتى وهو زهقان أو تعبان. الثراء مش سباق سرعة، الثراء سباق صبر. وفي النهاية بيقولك الفلوس مش حدث، الفلوس نتيجة للعادات اللي بتقرر تكررها كل يوم، حتى لو محدش واخد باله. ولو بدأت النهاردة، بعد كام سنة هتبص وراك وتقول لنفسك أنا بقيت مليونير بس بهدوء. الفصل الثامن: إزاي تبني عقلية الهدوء المالي وتبعد عن الصخب اللي بيضيع التركيز؟ بص يا نجم، الفلوس ما بتحبش الدوشة، ولا بتيجي العقل مشغول ومتوتر طول الوقت. الفلوس بتحب الهدوء، تحب التفكير الواضح والعقل المرتب والقرارات اللي طالعة من راحة بال مش من ضغط. الكاتب هنا بيقولك إن أغلب الناس عايشة في دوشة داخلية طول الوقت، أفكار متراكمة، قلق، توتر، خوف من بكرة، ضغط من النهاردة، وصوت في دماغهم مش ساكت لحظة. النتيجة، عقل دايما مشغول، بيشتغل كتير بس ما بيطلعش نتيجة، لأن ببساطة مفيش مساحة للتفكير الصح. لكن المليونير الهادئ بيفهم إن الهدوء مش رفاهية، ده أداة نجاح. هو عارف إن وقت التفكير أهم من وقت التنفيذ، وإن القرار اللي تاخده وانت هادي أقوى من 1000 خطوة تاخدها وانت متوتر. الكاتب بيقولك اللي عايز يسيطر على فلوسه لازم يسيطر على دماغه الأول. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لازم تنظف دماغك من الصخب اليومي، من القلق الزيادة، من المقارنات، ومن التفكير المستمر في كل حاجة صغيرة. ابدأ تنظم يومك كأنك بتنظم بيتك. خصص وقت للتفكير، وقت للشغل، ووقت للراحة. ما تخليش يومك كله جري على الفاضي. وفي نقطة عبقرية جدا بيقولها الكاتب، مش كل صوت جوه دماغك لازم تصدقه. في صوت دايما هيقولك الحق انت متأخر، انت مش ناجح كفاية، الناس سبقوك. بس الصوت ده لازم تتعلم تهديه، لأنك لو فضلت تسمع له هتعيش عمرك بتجري من غير ما تعرف بتجري ورا ايه. المليونير الهادئ بيعمل العكس تماما، بياخد خطوة ورا، يبص على الصورة كلها، يفكر بهدوء، يختار صح وينفذ بتركيز. هو عارف إن الطاقة الذهنية أغلى من الطاقة الجسدية، وإن كل ما كان ذهنه صافي قراراته بتكون أنجح ونتائجه أسرع.
الهدوء المالي مش يعني إنك توقف شغل، لأ، يعني إنك تشتغل بعقل رايق، تتعامل مع الفلوس بثقة مش بخوف، تخطط وانت فاهم إنك بتقود اللعبة مش اللعبة اللي بتقودك. وفي النهاية الكاتب بيقولك حاجة بسيطة بس قوية جدا: الغنى الحقيقي مش في رصيدك البنكي، الغنى الحقيقي في رصيد هدوءك الداخلي. لأن لما تبقى هادي من جوه تقدر تشوف الفرص بوضوح، تاخد قراراتك بحكمة، وتعيش حياتك بذكاء مش بتوتر. وساعتها بس الفلوس مش هتبقى هدف، هتبقى نتيجة طبيعية لعقل هادي وواعي وواثق. الخاتمة: الرحلة دي من أولها لآخرها بتقولك حاجة واحدة، إن الثراء ما بيبدأش من البنك، الثراء بيبدأ من العقل. الناس اللي بتفكر بهدوء، اللي بتتعلم تبص للفلوس كأداة مش غاية، دول اللي بيعيشوا أغنى حياة، حتى لو البداية كانت بسيطة جدا. فاسأل نفسك بقى، هل أنت عايز تفضل تشتغل عشان الفلوس، ولا عايز تخلي الفلوس هي اللي تشتغل ليك؟ الاختيار في إيدك. ابدأ النهاردة خطوة صغيرة، بس بفكر جديد وإيمان إنك تستحق حياة أغنى وأهدى وأذكى.